كده يساوي. شكل الطعميه يا جماعه اللي احنا بنطعمها، ما دوبك الطعميه بتعدي المعلقه. والرمال بعمله حسب الارض اللي انا شغال عليها. شوف انا مطول 2 متر اهو، عامل رمال 70 سم و80 سم. باين يا محمود في وادي برمي اهو زي ما انتم شايفين. برمي بالراحه، ما بعملش صوت ولا بنزل، واسيب الغماز يمشي مع الميه وانا ساند عليه ايدي. ساند عليه ايدي يعني انا بتحكم في مشيه زي كده اهو. اطفي الشاف انا لحد السمك ما ياخدها. طبعا الناس كانت بتسال على اصطاد بحديده واحده او بحديدتين. طبعا الافضل اصطاد بحديدتين. اهو سمك خدها اهوت، اهو سمك اهو، الصلاه على النبي اهو. راحت فرغت وهي طالعه، مفيش مشكله. سمكه تروح سمكه تيجي، مفيش مشكله. مش مضروبه كويس فراحت. نبص على الطعم برضك. فالراجل كان بيسأل على رمال ولا رمالين. طبعا الافضل ان انا لو شغال على ارض زي كده، ارض طينه، هشتغل برمالين. ارض عليها حوش وعليها حشيش وعليها حاجات زي كده، لا هشتغل بحديده واحده. ليه؟ عشان لو ممكن وانا طالع حديده تشبك في العفش فتضيع السمكه، او الحديد يشبك في العفش فاقدر هقطع السمكه واقطع الحديده الثانيه. فالارض الاراضي دي اللي بنشتغل عليها حديده واحده. والرمال بنعمله حاجه حسب الارض اللي انت قاعد عليها. لو ارض غويطه ممكن لو السمكه عايمه اعمل رمال طويل. اهو سمك خدها تاني اهو. اهو سمك والله خدها تاني اهو. اهو يطلع بقى ده عشان نفرجه لكم، عشان نصطاد، عشان محمود يصطاد برضه. اهو ده حجم السمك اللي بياكل. وطبعا بيوقع حجام احسن من كده، بتوقع حجام احسن من كده. اهم حاجه انك انت تبقى ساند على الغماز وهو ماشي ومسنطر ايدك تمام التمام، وتحس بالسمكه وهي دوبك اول ما تمسك الطعميه تقوم عاملاها كده. ريح ايدك بالراحه، ريح ايدك بالراحه بالراحه لحد هو ما ياخد الفل. اوريكم بقى شويه السمك عشان محمود يصطاد. سلك ديت اهيت، ننزل الغابه في الميه. الساعه 12 دلوقتي والسمكه شغاله نار. يعني بقول لكم السمكه شغاله نار. طلع دي اهيت. اللهم صل على النبي اهو. بصوا شويه السمك اللي خدناهم اهو. فممكن على الصبح نكون عملنا كميه كبيره. طبعا انا جاي هنا للاستمتاع. حلوان السمكه اكبر من كده واحسن من كده، بس باجي هنا عشان نرقص اللبلوب كتير ونستمتع. اهم حاجه اللي هي ايه؟ الواحد يعني اعصابه بتبقى مبسوطه مع تركيبه السمكه. هو ده اللي احنا بندور عليه، الاستمتاع. ده اللي مخلينا سايبين مصر وجايين المنيا هنا. يلا تحياتي لكم جميعا، ومش عايز اطول عليكم، ونعمل لكم فيديو ان شاء الله في نهايه السهره. حبيبي يا حوت، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواني وحبايبي متابعيني على قناه المصري تعليم صيد السمك بالصناره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السكر في الماء يذوب، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تمحي الذنوب. تحياتي لكم جميعا. والنهارده يوم جديد، بس النهارده بقى سيبنا حلوان وسيبنا المعادي وسيبنا القاهره خالص، وطلعنا على المنيا. مش هنقول المنيا بين سويف وبين المنيا. وبندور برضك وبنعس على السمكه ونشوف الارض هناك عامله ايه. الميه هنا خست فعلا، بس ما جابش الخسيه اللي احنا بننزل عليها متعودين عليها على طول. نتمنى ان شاء الله ان تكون تاكل، ولو كلت ان شاء الله نقول لكم، ونقول لكم الدور فين عشان لو حد حابب ينزل. وكان في بعض الاسئله من الزملاء عن ازاي اعرف طول الارض وازاي بشتغل برمال واحد. الحاجات دي كلها ان شاء الله اجاوب عليها، بس يكون جاي بدري عن كده عشان نظهر الغماز. الله اكبر الله اكبر، المغرب بتدن اهي، تبقى نصلي المغرب ونشتغل ان شاء الله. فبالليل ان شاء الله نتكلم معاكم برضو في الموضوع دوت، وموضوع ازاي طريقه الصيد هتبقى ايه، لان لسه الارض هنشوفها ونجرب ونشوف السمكه هتاكل بأنهي طريقه. ان احنا جايين عشمانين في ربنا ان احنا ناخد كميه. اي نعم الاحجام ممكن تكون اقل من القاهره او حلوان، بس بيبقى الجو ايه، بيبقى ممتع، وتبقى السمكه ملاحقه بعضيها وبتبقى سريعه. فده اللي احنا بنبقى عشمانين في ربنا ان شاء الله النهارده ربنا يكرمنا وناخد سمكتين كويسين، ونقول لكم على طريقه الصيد ان شاء الله. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله. الاحجام اللي بتاكل يا جدعان اهي، هنا في المنيا الاحجام اللي بتاكل اهي، بس شغاله يعني بتاكل على طول سريعه. السمكه دي سمكه زي الفل، سمكه شويه شرايه، بس شرايه يعني معقوله. نتمنى يقع احسن. احنا مطولين وهنشوف ان شاء الله، وربنا يبعت اللي احسن باذن الله. المهم ان احنا ايه، بنرقص اللبلوب. اهم حاجه ايه، ترقيص اللبلوب. اللبلوب بيرقص احنا بنرقص معاه. يلا بالصلاه على النبي يا رجاله، والله هتبقى سهره زي الفل. شويه سمك كده ايه
ناخد من دول شويه وبعد كده ندور على ايه، على الكبير. الصلاة على النبي يا رجاله اهو، ده اللي بياكل اهو، بسم الله ما شاء الله. احنا جايين هنا عشان نرقص اللبلوب شويه سمك، بسم الله ما شاء الله، شغال على داير فرله حريقه حريقه، والله شغال حريقه اهو، بسم الله ما شاء الله. العياشه مليانه تحت اهي، اوريها لكم دلوقتي العياشه. النبي عليك يا حوت، اللهم صل على النبي عليك يا حوت. لف يا باشا السمك كده يا باشا، اللهم صل على النبي. صلاة النبي احسن، صلاة النبي احسن. الف هنا وشفا كبير، صلاة النبي. ليله جميله، رقصنا اللبلوب لما قلنا بس. جواز يا رجاله بالصلاه على النبي، والله زهقنا سمك، الناس اللي معايا زهقت وقالوا خلاص استكفينا سمك. طب انا مش هفصل الفيديو واخليه كده، اوريكم السمك. انا بلبس الشنطه اهو، سامعين خبط الشنطه اهو. خلي الفيديو شغال كده اهو، بالصلاة على النبي. يمين يشيل بقى، والله العياشة ما هتطلع من المية. ادي السمك، عياشة مال الحجم الكبير، والشنطة برمي فيها اهو. يلا سهرة سعيدة ان شاء الله، لكم كل التفاصيل بإذن الله في نهاية الرحلة. صلاة النبي احسن. رقص لبلوبك يا مصري، رقص لبلوبك يا مصري، رقص. ده احنا رقصنا اللبلوب وانبسطنا اخر انبساط. صلاة النبي احسن. وادي دقماء يا رجاله اهو، شوف فرق الدقماء من البياض، دماغه مكنزه كده مدملكه، البياضه تلاقي دماغها مبططه. كل يا واد الطعميه، كل هو ده اللي بيلكم ويدلع ويرقص اللبلوب ويرفع الادرينالين عند الواحد. صلاة النبي احسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما نلم عدتنا بقى، نمسح بس العدسه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نلم عدتنا وجبرت الحمد لله، كله خلص الطعم وهنقوم عشان الطعم خلص، والسمكه والله شغاله زي الفل. يعني اللي حابب يطلع يتوكل على الله. كل القبل بتاكل، اي رصيفه تنزل عليها ياكل. مين بقى يشيل العياشه دي؟ والله انا خايف اشيل العياشه تتفتح من تحت. بصوا العياشه في الحجم الكبير عامله ازاي اهو. كل ده سمك، ولا مزفر ولا ماده حمراء ولا ماده خضراء ولا بتاع، بتنزل تشتغل على الادوار السمكه مجمعه عليها. ادي السمكه يا جدعان، اللهم صل على النبي. يا ابويا يا مين يشيل، اللهم صل على النبي. بص كده ادي السمكه يا رجاله. مش هنقول بقى كام كيلو بقى انتوا تقدروا ايه. عياش الحجم الكبير الجامبو اهي، بولت اهو كله اهو، بسم الله ما شاء الله. بدود الارض، شغالين بدود الارض، عفاريت في الميه اهي. والله العظيم لو في طعم الساعه 3 اهي، لو في طعم نقعد تاني. عاشت اتملت على الاخيره اهي. وبنقول لميدو الله يبارك لك على شويه الطعم. مفيش طعميه اترمت، والله ما في طعميه اترمت. حبه طعم 10 على 10، كلنا اترضينا، كل اتراضى. وادي عايشه المهندس محمود اهي في الميه اهي. ارفعها بس كده ونزلها يا باشمهندس محمود، ارفعها معلش بعد اذنك. صلاة النبي احسن اهي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. خلاص بس يا باشا، اللهم صل على النبي. نشافوا بقى كده على ما نلم العده. وفي سمكه باين لي في الشنطه هنا اهيت، صاحيه لسه اهي اهو تخش. طبعا زي ما قلنا كده السمكه شغاله بدون الارض. رمالك بيبقى فوق الارض بحوالي 10 سم، لان الرمال لو قاعد على الارض وجرجر على الارض كل اللي هتجيبه قراقير. قراقير اللي ما تحوش معاك، تشوف طولك قد ايه واعمل حسابك في اطول من اقل، يعني فوق الارض ب 10 سم، ب 15 سم، ب 20 سم، بحيث ما توعرش كتير والسمك اللي تاكل معاك ايه كلها تبقى بولتي. شوف كده الغماس كده، لا ما فيهوش حاجه بقى. هنلم كده الحمد لله، جبرت وعقبال كل رحله يا رب. زي ما قلنا الرمال بنعمله على حسب طول الميه اللي انت عليها. الرمال المعتاد من 60 ل 70 سم اهو. انا عاملهم هم على السفنج هم، بعمل الرمال واجهزه بحيث لو قطعت
عشان انتج، عشان عايز تنتج تظبط نفسك، يبقى رمالك موجود، ما اقعدش ارمل ايه سن على الميه. اي فله اتقطعت غصب عن الغابه الثانيه بتبقى هي مركونه على طول اهي، ما بتتفردش. احتياطي الغابه اتكسرت بنشتغل بيها. ودايما تشتغل بايدك اللي ماسكه الغابه، هي اللي بتشغله، تمشي وتسند، وانت هي اللي بتشغل السمكه. اما تشتغل بغابتين هتلخم نفسك ومش هتاخد سمك. ده رايي يعني انا بقول ايه رايي. في ناس بتنزل بخمس ست غابات ملهمش اي لازمه خالص. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قريب، ويكون بالنهار، ونتكلم فيه عن فنيات الصيد. ورحمه الله وبركاته. دي بقى نهايه الرحله. اخبار جميله. الميه فوق في المنيا وبني سويف نزلت حوالي متر، متر وربع، ويمكن كمان اكتر من كده، متر و30، متر و40. طبعا مش هنقيس بالظبط، لكن كل المضمون الميه بتاكل 10 على 10. الاحجام مش كبيره قوي بس هتنزل اي ارض هتشتغل معاك. هتنزل من اول الاخصاص، انزل الاخصاص، انزل غمازه، انزل الصف، انزل البرومبل، انزل اطفيح، انزل الكدايه، انزل كريمات، انزل عزبه الحجاره، انزل ابو صالح. كل الميات دي بتاكل، كلها بتاكل. انزل اللي من دول استمتع ورقص لبلوبك بقى. وهي دي الايام اللي احنا بنقول عليها ايه، ايام الموسم بقى، من شهر 9 لغايه شهر 11 الميه هتبقى كده على طول. فاستمتعوا بيها، وان شاء الله اللي جاي احسن من كده. اي نعم الشرايه مش كبيره زي ما انتم شايفينها كده، احجام مش كبيره قوي، بس وفي احجام كويسه، في احجام كويسه بتقع، بس يعني ايه بتسلي. ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله في فيديو قريب، ونحكي عن تفاصيل ازاي نقدر نشتغل. عشان تشتغل وتجيب كميات زي كده لازم تجهز عدتك، ودي اللي هنتكلم فيها ازاي نجهز عدتنا في الفيديو الجاي. ده من وانا في البيت وانا بجهز العده اللي انزل بيها وهشتغل بيها ازاي. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.